لو ما قدرتش تفهم الارقام وتستغلها هتفضل مجرد موظف بتعمل شيت اكسل، يعني مش صاحب قرار. يا عبدي يا أسود. الشركات في 2026 ما بقتش بتدور على حد بس يجمع بيانات، الشركات بتدور على اللي يفهمها ويعرف يطلع منها فلوس. تعالى نتخيل كده ان انت قاعد في ميتنج ومع اداره شركه كبيره، والكل واقف ساكت وعاجز قدام شويه ارقام معقده مش فاهمين منها اي حاجه، وانت الوحيد اللي قمت وفتحت الداشبورد بتاعتك وبكل ثقه وقفت تشاور لهم على كل الفرص اللي ضايعه منهم والقرار اللي لازم يتاخد حالا عشان يغير مسار البيزنس. في اللحظه دي بس نظره الكل ليك بتتغير، مش مجرد موظف شاطر لكن ديسيشن ميكر بيفهم حقيقي لغه المستقبل، والشركات هي اللي بتجري وراه. وعشان توصل للمكانه دي محتاج تتعلم داتا بطريقه تخليك تستخدمها مش تحفظها. وعشان كده احنا في ماشين 5 بننقل لك الواقع العملي زي ما السوق طالب، وهتقدر تطلع من الدبلومه دي وانت فاهم انت بتعمل ايه وليه بتعمل. بتتعامل مع داتابيس صح، تعرف تجيب الداتا تنظفها وتطلع منها الخلاصه، مش مجرد ارقام كده ملهاش معنى. وتبني فيجوال داشبوردز باستخدام الباور بي اي هتحكي قصه الارقام بكل وضوح، وهتقدر تخلي اي مدير او صاحب قرار يفهم الوضع في ثواني، وتقدر تحول كل الداتا دي لقرارات وتكشف المشاكل بدري، وهتقدر تعرف ايه اللي شغال وايه اللي محتاج يتغير، وهتقدر توفر وقت ومجهود بدل الشغل المانيوال اللي بياخد ساعات. كل حاجه هتبقى اوتوميتد وتقارير بس بتتحدث بضغطه زرار، وتستخدم بايثون في تحليل البيانات عشان تقدر تسرع الشغل وتحلل داتا كبيره، وهتعمل حاجات مستحيل تتعمل بس باكسل، وتبقى مؤهل لسوق العمل لان اللي بتتعلمه ده هو نفس اللي بيستخدموه في الشركات، مش شرح نظري وخلاص. وكل خطوه بتعملها هي وراها تاسك حقيقي من قلب البيزنس، ومعاه فيدباك بيصحح مسارك من قبل ما تغلط. ولاننا واثقين من الكواليتي اللي بنقدمها معاك ضمان انك تسترد مصاريف الدبلومه بشكل كامل في حاله انك مريت بكل ده وما استفدتش. ما توقفش نفسك وتكون مجرد حد بيشتغل على داتا، واستثمر في نفسك دلوقتي وابعت لنا بياناتك.